الزمان العام 2016. المكان مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية. لاحظ مجموعة من المزارعين عن وجود شوال مثير للشك يطفو على مياه ترعة المحمودية، وقد قرروا أن يقوموا بسحب ذلك الشوال الكبير لفضه ومعرفة محتواه. لم يكن المزارعون يتوقعون بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك الشوال يحوي جثة بشرية يبدو أنها تعود لامرأة مسنة كانت قد تعرضت للتشويه والضرب والنحر، وكانت يداها وقدماها مقيدتين بواسطة قطع قماشية. هرع المزارعون على الفور إلى أقرب مركز شرطة لتسجيل بلاغ بالجثة التي تم العثور عليها، وقد أرسلت الشرطة وحداتها على الفور إلى موقع الحادث. على الفور ضرب المحققون طوقا أمنيا على مسرح الجريمة، وبدأوا في استجواب شهود العيان من السكان الذين يقطنون على القرب من ضفاف الترعة. لربما شاهد أحدهم الجاني وهو يلقي بجثة الضحية في الترعة، فيما تم نقل الجثة للمعمل الجنائي لتخضع للتشريح. هل سيتمكن المحققون من العثور على الجاني في الوقت المناسب؟ وهل سيكون حل تلك الجريمة هو النهاية فعلا؟ أم أن القصة كانت لا تزال في بدايتها؟ إذا كان لديك الفضول الكافي لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة، هيا بنا سويا لندخل إلى السرداب. أوضح تقرير المعمل الجنائي بأن تلك المرأة كانت مرأة مسنة قد فقدت حياتها جراء تعرضها لضربة قاسية على رأسها بواسطة صخرة ضخمة أو ما شابه، فضلا عن تعرضها للخنق والذبح أيضا، كما كان جسدها مليئا بالكدمات والجروح، مما يوحي بأن الجاني كان يضمر في صدره حقدا جما ضد الضحية. أشار تقرير المعمل الجنائي إلى أن الضحية كانت تقاوم الجاني بضراوة شديدة، ولذلك فقد تم العثور على بعض بقايا الأنسجة البشرية تحت أظافر الضحية، ويبدو أنها تعود للجاني. تزامنا مع صدور تقرير المعمل الجنائي، استطاع المحققون تحديد هوية الضحية بعدما وصلت ابنتها الكبرى إلى مركز الشرطة لتسجيل بلاغ تغيب. أوضحت الشابة أماني محمد التي حضرت إلى قسم الشرطة لتسجيل البلاغ أن والدتها إنعام حسن السيد البالغة من العمر 60 عاما متغيبة عن المنزل منذ الليلة السابقة، مشيرة إلى أن والدتها التي كانت تعمل كبائعة للخضروات والفواكه في السوق كانت غير معتادة عن التغيب عن منزلها على الإطلاق. استطاعت أماني التحقق من هوية والدتها على الرغم من التشوهات التي أصابت الجثة، وبدأت في معاونة المحققين في محاولة العثور على خيط يقودهم في النهاية إلى الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء، مشيرة إلى أن والدتها كانت سيدة طيبة ومحبوبة، ولم تكن على خلاف مع أحد سوى ابنتها الصغرى ميادة محمد البالغة من العمر 24 عاما، وزوجها كارم عادل البالغ من العمر 25 عاما. أوضحت أماني للمحققين أن خلافات والدتها مع شقيقتها هي خلافات مادية بالدرجة الأولى، حيث إن ميادة وكارم كان يعانيان من ضائقة مالية بسبب تعثر كارم في العثور على عمل ملائم، وقد قصد إنعام لتقرضهم بعض المال لشراء سيارة لكارم ليعمل عليها، لكنها رفضت مساعدتهم. بناء على شهادة أماني، قام المحققون باستدعاء كارم للتحقيق، وأثناء استجوابه لاحظ المحققون وجود آثار جروح وخدوش في وجهه، وعندما سأله المحققون عن مصدر تلك الجروح ارتبك كارم وشعر بالتوتر الشديد، وبدأت الكلمات تزدحم في فمه قبل أن ينهار بشكل كامل ويعترف أنه كان هو من انتزع حياة حماته، لكن الفكرة لم تكن فكرته بل فكرة زوجته ميادة. أوضح كارم للمحققين أن ميادة هي من أشارت عليه بإنهاء حياة والدتها وسرقة أموالها وحليها الذهبية التي كانت تحتفظ بها في المنزل، وقد وضعت أماني خطة محكمة لارتكاب تلك الجريمة. في يوم وقوع الجريمة زارت ميادة وزوجها منزل والدتها بشكل طبيعي للغاية، وتخير كارم الوقت المناسب للهجوم على والدة زوجته وضربها بقطعة من الرخام على رأسها، لكن المرأة المسنة لم تفقد حياتها على الفور، وظلت تقاوم كارم الذي أبرحها ضربا بدوره قبل أن ينحر عنقها بالسكين، منهيا بذلك حياتها بشكل كامل.
في الخارج كان صديق كارم رضا مسعد ينتظره في السيارة وعلى أهبة الاستعداد لنقل جثة الضحية وإلقائها في الترعة للتخلص منها، حيث كان كارم قد اتفق معه على مساعدته في إخفاء الجثة مقابل أن يدفع له الزوجان مبلغ 1500 جنيه مصري. قام كارم بتقييد يدي ورجلي إنعام ووضع على رأسها كيسا بلاستيكيا قبل أن يقوم بوضعها في الشوال وينقلها في السيارة لينطلق مسرعا بصحبة صديقه رضا، فيما بقيت ميادة في المنزل لتنظيف مسرح الجريمة وسرقة الأموال والحلي الذهبية التي كانت والدتها تحتفظ بها في المنزل. بناء على اعترافات كارم تم إلقاء القبض على كل من رضا وميادة، وقد أقر رضا بدوره برواية صديقه واعترف بدوره في الجريمة. أما ميادة فقد نفت أن تكون هي صاحبة فكرة التخلص من والدتها، مشيرة إلى أنها تفاجأت بمهاجمة كارم لوالدتها، لكنها أقرت بمساعدتها في تنظيف مسرح الجريمة وإخفاء الأدلة. على إثر ذلك تمت حالة الثلاثة إلى المحاكمة، وقد استطاع المحامي الخاص بميادة أن يقنع هيئة المحكمة أن موكلته كانت بريئة من دم والدتها، وأن دورها اقتصر على مساعدة زوجها على إخفاء آثار جريمته بعد أن وجدت نفسها في خضم تلك الفوضى. لذلك فقد تلقت ميادة حكما بالسجن لمدة 4 سنوات فقط، فيما تلقى كل من كارم ورضا حكما بالإعدام شنقا، بعدما تمت إدانتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. لم تنتهي القصة عند هذا الحد، حيث يبدو أن ميادة لم تكن لتتورع عن السير إلى حبل المشنقة بقدميها حتى بعدما أنقذها حظها هذه المرة. بعد 4 سنوات في السجن، وتحديدا في العام 2020، تم إطلاق سراح ميادة بعدما قضت عقوبتها بشكل كامل، لكنها تفاجأت برفض أسرتها لها نظرا لدورها في مقتل والدتها، الأمر الذي اضطرها في النهاية لترك المدينة والعيش مع أسرة زوجها التي كانت ترعى ابنها وتملك حق حضانته بشكل رسمي بعدما أودع والديه في السجن. استقبلت أسرة كارم ميادة بصدر رحب ورحبوا بها بينهم، وعاشت ميادة في كنفهم حوالي 3 أشهر. في أحد الأيام اكتشفوا أن ميادة قامت بسرقة جميع الأموال والأغراض الثمينة واختطفت ابنها وغادرت المنزل، ولم يعرف أحد طريقها من ذلك الحين. سجلت أسرة كارم بلاغا ضد ميادة تتهمها فيه بسرقة المنزل واختطاف ابنها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات فقط في ذلك الوقت، لكن الشرطة لم تستطع العثور عليها على الرغم من كل الجهود التي تم بذلها في هذا الصدد. ظل الأمر على ما هو عليه لبضعة أشهر قبل أن تظهر ميادة فجأة في المشفى برفقة ابنها الصغير الذي كان مريضا للغاية. ألقت الشرطة القبض على ميادة، واكتشفوا أنها طوال تلك الفترة كانت تمتهن التسول في الشوارع، وكانت تجبر ابنها على ممارسة التسول أيضا، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحة الطفل بشكل كبير وتعرضه للكثير من العنف. تمت حالة ميادة للمحاكمة من جديد بسبب إهمالها وتعنيفها لابنها وإجباره على التسول، مما أدى إلى وفاة الصبي الصغير في المشفى في النهاية. وهذه المرة نالت ميادة عقوبة الإعدام شنقا عن جدارة.